ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنشتغل وكأننا شيفات محترمات. النهارده عندنا فرخه مش عارفين هنعملها ايه، فقلنا نستغل الوقت ونتبلها، نعملها بقى اي حاجه في اي حاجه وقت الغدا، مش مشكله. جبنا فرخه جميله لطيفه ظريفه نظيفه، معمول لها سكين كير ومتظبطه ومستقنيصه وتمام التمام. ندخل بقى على التتبيله. زيت، معلقتين زيت، معلقتين خل، بصلايه، كام فص توم، ملح وفلفل اسود وكمون واي بهارات عندكم حطوها، طماطمايه، بصلايه، كام معلقه عسل من دول، معلقتين كفايه. بيخلي الفراخ بينقلوها لمكان تاني خالص وبيخلوها طعمها حلو قوي. نضرب الحاجات دي كلها وننزل بيهم على الفرخه وهوريكم ازاي. واعذروني على صوتي الجميل، عندي برد، ادعولي ربنا يشفيني. وادي التتبيله بقى شكلها كده بعد الضرب. ناخد بقى ونخش على الفرخه ونبصي، ما تستخسريش، ليطي من جوه ومن بره، ليطي. ناخد كبشايه حلوه كده كده، نحط بقى من قلب الفرخه كده من جوه ونشتغل، نحط بقى براحتنا. بصي ما تستخسريش، ليطي ليطي، كل ما تليطي كل ما يبقى طعمها حلو. تشتغلي بقى كده، تفتحي بقى اي جلد اي حته عندك تدخلي فيها، كل ما تدخلي اكتر هيبقى طعمها حلو اكتر. اسمحوا لي بس هنعمل لها المساج بتاعها ونرجع لكم تاني. وده شكل الفرخه بعد ما ليطناها، قصدي تبلناها. شفتوا بقى شكلها جميل ازاي؟ جميله وفله وحلوه قوي ومستقنيصه. وهتنام نامي بقى براحتك لعند ما نحتاجك ان شاء الله نبقى نجيبه. وده شكل ايدي اللي ليطنا بيها، بصوا بقى. يلا شغالين كده على طول. يلا بصوا، نسيبها بقى على قد ما نقدر. لو عايزين تسيبوها من بالليل للصبح يبقى احسن والله، انا بس عشان خاطر فكرت. ودلوقتي بقى لازم للاسف هنقوم الفرخه من نومتها المستقنيصه. بعد اذنك يا فرخه، تعالي بقى عشان ايه؟ عايزين ناكل ماما. نعمل ايه بقى؟ نحطها هنا في الصينيه الجميله دي. ايوه نامي زي ما كنتي. اي بقى شويه تتبيله نحطهم عليها اهو اهو بايدينا برضو الجميله اهو كده كده اهو. ونضيف بس عليها شويه زيت بس يلمعوها كده من فوق اهو، ما تلزقش كمان في الصينيه. ونحط عليها ورق زبده اهو، وفي الاخر ورق ألمونيوم اهو. مش احلى من كده. وعلى الفرن بقى على طول على نار عاليه، وبعد كده نهدي عليها. وتعالوا نجهز بقيه الخلطه اللي هنحطها فيها. وجهزنا الخلطه دي عشان نحطها عليها. شويه خضار كده من عندنا، بطاطا حلوه، طماطمايه مسوكه كانت قرماها، خدناها وظبطناها، قلنا والله لا نحطها مش نرميها. بطاطسيتين، بصله، 2 كوسه، فصين توم هنحطه بحاله كده، نقطعهم قربا ونرجع لكم تاني. وزودنا عليهم بصلايه خضرا جرى عليها الزمن، بقالها اسبوع موجوده، قلنا يلا نحطها. وبعدين نرش عليهم قليل من الكمون والفلفل الاسود والملح، وننزل بيهم على الغلبانه اللي جوه الفرن. وكمان نضيف شويه من النعناع او النعناع، يلا اي خدمه. ودلوقتي نشوف اللي بتتعذب جوه دي، قصدي اللي بتتشوي جوه دي، اخبارها ايه؟ مش عايزه اقول لكم الريحه تحفه ما شاء الله، تتاكل دلوقتي، بس هنستنى عليها شويه. وكالعاده مسوكه اللي مبوظالي كل فيديوهاتي برضو اتكلمت في الفيديو. ما علينا، دلوقتي نطلع نكشف عن الجثه اللي جوه دي ونشوف اخبارها ايه. واو واو، البخار مش مخلينا شايفين اي حاجه. الريحه واو 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 واو. يلا نفتح عليها شويه بعد اذنك، بس هنقلقك شويه ونضيف لك شويه الحاجات دي. يلا بقى نضيف الحاجات الجميله دي.
وزعوا كده وادلقوا كده كل حاجه كده، نحرمكش من حاجه كله اهو. بس يا مسوكه، بس يا مسوكه ماما. نعم يا روح الماما. بعد ما حطينا كل الخضروات اللي احنا هنعملها بيها دي، نرجع نغطي عليها تاني وندخلها الفرن من اول وجديد. ترجعي لمكانك تاني. باي باي. ودي شكل الفرخة بعد ما شلنا من عليها الغطيان اللي كانوا عليها. وبنعمل دلوقتي رز بالشعرية بالسمنة البلدي، وهنسيب بقى الفراخ كده شوية وبعد كده نولع عليها الشواية. وادي الرز كده تمام التمام، مفلفل وتحفة اهو. نيجي بقى للمرحومة، شايفين؟ ان شاء الله هتبقى مرحومة كمان شوية بألف هنا لينا. تعالوا بقى اتفضلوا معانا. شايفين الجمال؟ مش عايزة اقول لكم ريحتها تحفة تحفة. باي بقى عشان مسوكة هناك عملت عمايلها، يا دوبك نلحقها وناكل دي بألف هنا. جربوها مش هتندموا، حلوة قوي بجد بجد بجد، حلوة قوي. كفاية الريحة بتاعتها بس. شكرا لكل الناس اللي بتعلق لي وبتعمل لي لايكات من غير ما اطلب منها. شكرا جزيلا لكم كلكم. باي باي.